يا قاتل يا قاتل، ماذا ستقول لربك غدا؟ ستقف بين يديه وحدك بلا منصب، بلا كرسي، بلا جاه. والله ستقف مجردا من كل رتبة، والله ستقف مجردا من كل منصب أو جاه. سترى القاتل واقفا والمقتولين يقفون من حوله، يدفعونه دفعا ليوقفونه بين يدي الله جل جلاله. كل مقتول قتل أوداجه، عروق رقبته تشخب دما، تشخب دما في أرض المحشر. فتنة كسر الجيش الذي ما خان. وأنا أقولها لله على عرفات: لو وقع جيشنا في الخيانة لكانت مصر برك دماء وأكوام أشلاء. فلماذا يريد الآن هؤلاء أن يخونوا الجيش وأن يتهموا الجيش بالخيانة؟ لتتحول بلدنا إلى فوضى لا يعلم خطرها إلا الله. والله أقسم بالله على صعيد عرفات، والله ثم والله، لو كسر الجيش كما كسروا الشرطة والله لن يأمن واحد منا في مصر على نفسه في حجرة نومه. والله لن يأمن على نفسه، لا أقول على مصنعه ولا أقول على ماله، وأن يكسر الجيش. فلننصح للمجلس العسكري، فلننصح بأدب، فلننصح بحكمة. لا ينبغي أن نخون الجميع، ولا ينبغي أن نتهم الجميع، وأن نحكم على الجميع بالتواطؤ والخيانة. كسروا الشرطة، فما الذي جنته البلد؟ انفلات أمني مروع، اختطاف في وضح النهار، اغتصاب في وضح النهار، نهب للمال على. بقول لوزير الداخلية ولكل وزارة الداخلية: اتكسرتوا قبل كده في 28 يناير ولا نسيتوا؟ امن الدولة اللي دخلوا الجحور واتحاكموا وطلعوا براءة. المرة دي مش زي المرة اللي فاتت. المرة دي بايه؟ كسروا الشرطة، فما الذي جنته البلد؟ انفلات أمني مروع، اختطاف في وضح النهار، اغتصاب في وضح النهار، نهب للمال. فيما قتلني ماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ ماذا سيكون جوابك؟ والله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد، ولن ينفعك منصب ولا كرسي ولا جاه ولا مال. اعلم أنك ستموت وحدك، وستقبر وحدك، وستبعث وحدك، وستسأل وحدك. وأثمن دور مصر، وأحيي لله كلمات الرئيس مبارك. والله لله حين قال بالأمس: لن تقف مصر مكتوفة الأيدي أمام حصار وتجويع الشعب الفلسطيني. كلمات رائعة يجب على الأمة أن تقدرها، وأن نأخذ على يده، وأن نعينه ونساعده، وأن نأخذ على يده، وأن نعينه ونساعده بين يدي الله جل جلاله. وستصبح الدماء التي ستسفكها لعنة عليك وعلى أسرتك وعلى زوجتك وعلى أولادك وعلى كل من أعانك على سفك هذه الدماء في الدنيا والآخرة. احذروا الدماء، احذروا الدماء، احذروا الدماء. مصر لن تحل أزمتها بالدماء، لأن الأخذ ببيان حرمة الدماء وحدها مفاده شل يد الجيش عن التكفيريين يعيثون في الأرض فسادا
يقتلون الناس لا يرعون، ويحدثون الفوضى، ويسلمون الأرض والعرض لكل كافر عنيد. هذه عقيدتهم، ولكن الناس لا يعلمون. أشعر بالذنب على قتل أفراد الشرطة أو قتلي لأفراد الشرطة في أحداث أسيوط 1981 ميلادية. تلك أمة قد خلت، مسألة وانقضت، لكن إن كنت تريد أن تنكأ جراحا قديمة فأقول كان المفروض هم يشعروا بالندم على قتلهم الأخ عنتر كمال في أسيوط، وقتلهم الأخ أحمد في المنيا، حتى لو قتلوا شخص واحد هذا مبرر. وقتل الدكتور محمد محارب في سجن لمنطرة، وعلى أنهم اعتقلوا كل المعارضة لما قال جند من جنود الظالمين لابن تيمية: مين؟ أنا أحبك يا إمام، قال لولاك ما ظلم. طيب. لولا هذا الجندي اللي بينفذ تعليمات بالقتل وبالتعذيب وبهدم البيوت، بس ألست نادم بصراحة؟ يعني كنت أتمنى أن السادات لا يفعل ما فعل وألا نفعل معه ما فعل. ألا تبكي على حالك بعد هذا القتل؟ يعني أنا أرى أنه اجتهاد، قد يكون مصيبا قد يكون مخطئا، ولكن بالتأكيد كان اجتهاد بدافع خدمة الإسلام، خدمة الدين، أن يبقى في سلطة بتقهر الحركات الإسلامية. بس خدمة الدين بالدماء يا باشمهندس؟ والله ما أنا ما أعرفش برضه أن سلطة يعني تسفك دماءنا وبعدين تسألنا أنا خدمة الدين بالدماء. لا، الدفاع الشرعي ده حق موجود في القانون، في الإسلام، في العرف، ان انت لما يكون في خطة منظمة لتصفيتك ولإزاحتك من المشهد السياسي فمن حقك ان تدافع عن نفسك. كان العرف وقتها يا سيدي في كل الثورات ان تكون مسلحة. عبد الناصر قام بثورة مسلحة استخدم فيها الدبابات وكل اسلحة الجيش المصري، لكنه لم يواجه مقاومة، فدي اللي خدمته، خلت القذافي قام بثورة مسلحة. طيب هنتناول الموضوع ايضا، تسمح لي هنتناول ايضا، بس فينبغي عليه أن نبين الآن، لأنه قد تودد من قبل وقبل وقوع ما وقع. كنا نبين حرمة الدماء وحرمة تكفير المسلمين، فلما تمايز الناس وصارت الخصومة اليوم بين الجيش والتكفيريين، فيقال للجنود والضباط: احذروا الدماء، إياكم أن تسفكوها بإزاء قوم يكفرونكم ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم ويعتقدونهم مرتدين كافرين أكثر من اليهود والنصارى. أقول للمجلس العسكري: كفاكم بلطجة، كفاكم بلطجة وكذب وتزوير والتفاف حول دين هذا البلد وحول دين الأمة وشعبها، رجالها ونسائها، أطفالها وشبابها. لا أقول لهم اتقوا الله، فإنهم لا يعرفون الله عز وجل ولا طريق لهم إلى الله عز وجل، فقد انقطعت الصلة بينهم وبين الله عز وجل وبينهم وبين هذه الشريعة الغراء، انقطعت صلتهم بالله وبرسوله وبدينه. هذا المجلس لا يعمل إلا لحسابه هو ولحساب أسياده في أمريكا والغرب. فأنا أنادي نداء إلى جميع القوى الثورية والسياسية والأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية، أناديهم وأتوسل إلى الله عز وجل أن يستجيبوا لهذا النداء وأن يخرجوا خروجا عاجلا الآن وليس الغد أو بعد الغد. لا ننتظر كثيرا، فإن كل انتظار يساوي دماء الأبرياء. فيقال لهم: غلوا أيديكم. ينبغي البيان، ينبغي على المفتي وعلى دار الإفتاء وعلى كل ناصح للأمة ممن آتاه الله علما أن يبين الحكم الشرعي في هذه المسألة، وإلا فهو غش للمسلمين. ومن سكت فهو حاطب في هوى التكفيريين، سيعيثون في الأرض الفساد وستفنى البلاد والعباد وستسلم الأرض الطيبة الطاهرة لأعداء الدين
فإن التآزر والتآلف، وهذا من أعجب شيء يكون، فإن التآلف والتآزر قد وقع بين أولئك التكفيريين على اختلاف جماعاتهم وفرقهم، فكلهم يكفرون. وقع التآزر والتآلف والتعاهد بينهم وبين الأمريكيين من أجل تقسيم المنطقة إلى دويلات لهم منها حظ ونصيب. ما كنت أظن يوما ولا ظهر لي بخيال أن مشروع التقسيم وأن مشروع الشرق الأوسط الجديد يمكن أن يشارك فيه الإخوان المسلمون ولا غيرهم ممن ينتمي إلى الإسلام وهو من أهل القبلة. ما كان ذلك يدور لي ببال ولا على خيال، ولكنه كان ووقع وصار، ويحاولون، فالله المستعان عليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.